الحقيقة احنا طبعا ما طلعناش لأن الأسبوع اللي فات كان كل التلفزيون ناقل على الهوا المؤتمر الاقتصادي العالمي المصري. إنما لو كنا يعني قلنا لحضراتكم إيه التوقعات، كان الأرقام هتختلف بصورة كبيرة عن النتائج الانتخابات أفرزته وشفناه مع حضراتكم. إيه اللي حصل؟ إزاي كانت كل التوقعات ضد حزب الليكود الإسرائيلي والنتائج طلعت في صالحه، حتى إن كلمة نتنياهو بعد إعلان النتيجة إنه ما كانش متوقع، هو نفسه ما كانش متوقع إن النتيجة تبقى بهذا الشكل. هل هم قالوا حاجة وكانوا محضرين شيء آخر؟ هل في قوة دخلت بقوتها في الانتخابات؟ هل حماس ساعدت الليكود حزب الصقور ان هو يفوز بهذا العدد من المقاعد، 30 مقعد في الكنيسة رقم 20، وبالتالي يكون هو اللي من حقه تشكيل الوزارة القادمة؟ يمكن الرقم الوحيد اللي كان هيبقى قريب من المتوقع هو الرقم القائمة العربية المشتركة اللي بيرأسها أيمن عودة. احنا كنا متوقعين ان تحصد 14 مقعد في الكنيست، خدت 13 مقعد. طيب تعالوا نشوف احنا هنقدم في حلقتنا النهاردة قراءة في نتائج انتخابات الكنيست ليه؟ ما انا اسف يعني انتوا عارفين هقول ايه يعني. لكن الحقيقة احنا لما بنقدم هذه القراءة بنشوف ايه اللي داخل المجتمع الإسرائيلي، ليه اتجه لليمين المتطرف. اتجاههم او خوفهم من اللي عملته حماس اليومين اللي فاتوا، يعني هل ده كان باتفاق ولا لا؟ ليه الأحزاب الوسطية او حزب الوسط والقائمة العربية المشتركة او ميرتس 6 أو 5 مقاعد، حاجة تكسف؟ ايه اللي حصل؟ طيب نتنياهو، السؤال المطروح، هل هيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة؟ هل النتائج دي مباشرة ستؤدي إلى أن نتنياهو المتشدد للغاية مع الفلسطينيين هيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة ولا لا؟ سؤال بيطرح نفسه. تأثير النتيجة دي، النتيجة اللي أعلنت للانتخابات في الكنيست، على المجتمع العربي وعلى مصر وعلى القضية الفلسطينية. هل الفلسطينيين هيضطروا أن هم يعني يحلوا قضيتهم من خلال المحكمة الدولية، ولا كان كلام نتنياهو عن الفلسطينيين وضدهم بصورة كبيرة كان فرقعة انتخابات وهيرجع لطاولة المفاوضات وعملية المفاوضات هتستمر مرة أخرى؟ النتيجة باختصار في 3 قوى في إسرائيل. الليكود أو حزب الصقور أو اليمين المتشدد خد 30 مقعد في الكنيست، وده بيرأسه طبعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. بعده على طول جه المعسكر الصهيوني وفاز ب 24 مقعد في الكنيست، والمعسكر الصهيوني بيرأسه إسحاق هرتزوج ومعاه تسيفي ليفني اللي كانت وزيرة قبل كده. المفاجأة إن اللي جه في السباق رقم 3 القائمة العربية المشتركة وفازت ب 13 مقعد، ودي زي ما قلت بيرأسها أيمن عودة. هنشوف بعد كده اليمين المتطرف، اليمين المتشدد، وبيمثلوا أحزاب زي البيت اليهودي وشاس وإسرائيل بيتنا ويهودت هاتوراه أو يهود التوراة، وكلهم كده مجتمعين خدوا 27 مقعد، يعني 8 و7 و6 و6. الوسط بقى، الوسط هناك مستقبل وكلنا دول حزبين وسط خدوا 11 صوت، 11 مقعد و10 مقاعد، يعني 21 مقعد. وبيجي في الآخر ميرتس اليساري ب5 مقاعد. طب القراءة دي فيها ايه؟ احنا عندنا الليكود اللي هو اليميني واخد 30 ومعاه في الحصالة 27 مقعد، الجماعة اللي هم المتشددين. قدامهم القوة التانية اللي هي القوى العربية أو القائمة العربية المشتركة 13، والباقي بقى يعني ادي ال 120 مقعد اللي في الكنيست رقم 20. ده تأثيره ايه؟ قراءة متأنية مع ضيف متخصص،
لكن البداية دايما بتكون مع فقرة الأخبار، بعض الأخبار، وهنرجع بعد كده لا بتفصيل أو تفصيلات للأخبار، وبعد كده إن شاء الله مباشرة الملف الرئيسي في خط أزرق.